السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيانه؟ اليوم غنشارك معكم لاباط ديال لي كيش اللي كتجي ناجحه. تنتمنى انكم تتابعوا معايا الفيديو. بالنسبه للطريقه والمقادير، غادي نحتاج 2 كيلو ديال الدقيق. ممكن ديروا نصف الكميه، ديروا نص كيلو اولا كيلو ديال الدقيق ونص ديال الزبده. المهم هاد المكونات ممكن نقسموهم على نصف. انا عندي هنا 2 كيلو ديال الدقيق، واحد الزبده مارغرين ديال التوريق، خميره حمراء. غادي نحتاج معلقه كبيره ديال الملحه، 2 معالق ديال سنيده، 2 معالق كبار عامرين ديال الزيت. وغنحتاج معلقه كبيره ديال العطريه ديال الحوت اللي هي ديال البسطيله. ممكن ديروا ديال البسطيله، ممكن ديروا ديال الدجاج، اي حاجه ممكن ديروها. ممكن ديروا غير الملحه والبزار تيجيو فيهم حتى هما بنان. انا غندير معلقه كبيره عامره كما شفتوا تجي فيهم بنينه. وغادي نحتاج ليهم 2 بيضات. فهاد العجينه هادي غنحتاج 2 بيضات. صدقوني هاد العجينه ناجحه 100%، ما تتقلص لا والو. وصافي. وهنايا الطريقه، عندي هنايا دابا حكاكه، كنشد هاد الحكاكه هادي تنبدا نحك فيها هاد الزبده. وفيما تنحك تنبدا نهز الدقيق معايا باش هكا ما تتلصقناش العجين في عفوا الزبده في الحكاكه. صافي. منين تنسالي ونفضي تنبدا ندمج يعني المكونات، تنبدا ندمجهم بحال هكا. السر ديال هذا العجين هو انه خصك ما تبقايش تدلكي فيها وتبداي تخلطيها بزاف وتديري. دابا انا بعد ما حكيت الزبده وزدت ليها البيض وزدت ليها سنيده وزدت ليها الزيت وخماره حمراء. ما ديروش الخميرات الخبز، هي خماره حمراء. صافي. وكتبدا ترملوا بحال هكا كما شفتوا معايا. صدقوني هاد العطريه ديال الحوت تجي فيهم واعرين واعرين واعرين. اي عطريه ممكن ديروها. صافي. بعد ما ترمل الدقيق مزيان بديك الزبده والزيت وداكشي، ترملهم مزيان حتى تلبس ليا ديك الزبده. كنبدا نضيف الماء عادي من الروبيني. ما ديروش الماء سخون نهائيا، سواء كان الحال بارد او لا سخون، ما تضيفوش نهائيا. سميتو تضيفوا الماء زعما سخون، حيت الزبده غادي تذوب لكم. صافي. غادي نبدا نرملها هكا بيديا وانا تنجمع وترمل. وكان احسن الزبده عفوا العجين ما تدلكوهاش نهائيا. هانتوما شوفوا العجين كيف بعد ما جمعتها تتولي كتله. ما تخافوش منها، بالعكس. عرفتي دابا هذه هي العجين الناجحه 100%. صدقوني الا درتوها غتجي رائعه. هانتوما تشوفوا طروفات الزبده، باقي العجينه كيف ما هي، ما مدلوكه ما والو. انا صافي غادي نجمعها بحال هكا وغادي نقسمها على 2 وغادي نضيفها في الثلاجه مده ديال 10 دقائق بحال هكا. كي على ما نجمع فوق بلون دو طرافاي ديالي، زعما فوق ديال الطبله هكا، نجمعها ونقي الدنيا ونجمع هذا سميتو الروينه اللي عندي. وغادي نجبدها وغادي نبدا نخدم بها عادي. حتى لو بغيتي تخدمي بها ديريكت ما عندك حتى مشكل. تجي ناجحه كما قلت لكم. صافي. بعد ما ساليتو هذا وبديت نسرحها، خلي 1 سنتيم هكا ديال العلوف في العجين. وجيبوا شي قطعه اللي تكون كبر من المول ديالكم، اللي بحال هكا. هاد لي مول هادو ممكن ديروها في كيش وحده تكون كبيره، ممكن ديروها هكا صغيورين. انا عندي كوموند ديالها خصني نديرهم صغيورين، مطلوب ليا صغيورين هادو. هانتوما دائما تنجيب قطعه كبر من هذيك المول باش نبدا نتحكم في منين نكون تنرتب نلصقها في المول تجيني هي هذيك. هانتوما وخليو شويه العجينه غليظه باش تقدروا انكم تحكموا فيها ملي تكونوا تلبسوها في المول. صافي. ونسبه ليمون تكونوا دهنينهم الاولى بشويه ديال الزيت. الا كانوا تلصقوا، انا باقي عندي شي وحدين منهم جداد دهنتهم بشويه الزيت. صافي. اون فوا دهنتهم هكا. ونسبه للعجين حاولوا ما امكن ما تبداوش تجمعوها وتكوروها بحال تكوروا العجينه او لا هذا. لا، غادي تحطوا طريف على طريف وتجمعوهم وتحطوهم. منين تساليو غادي تعاودوا تسرحوهم بحال الاولى. الا درتوا لهم هكاك غيوليو عندكم العجينه تتجمع. وحاجه اخرى من النجاح لهاد لاباط هادي، بعد ما تلبسوهم في ليمول تتكوها بالفرشيطه، كديرهم في الفريغو مده ديال 10 دقائق او لا اكثر، ماشي مشكل. ويكون الفران سخون. اون فوا تيكون الفران سخون تتخشيوهم. بغيتو ديروا لهم السطيبه بحال هكا ديروهم، بغيتو تعمروهم ديريكت وتخشيوهم في الفران كان احسن. ولكن ضروري تنأكد عليها يكونوا في الفريغو. هو الاول عاد يداروا في الفران والفران يكون سخون. دابا ما بقى ليا الا نقول لكم السلام عليكم والى اللقاء.